هنا جزيرة سترة، معقل الحركات المعارضة غير المرخصة مثل حركة حق وأحرار البحرين وتيار الوفاء وخلاص، حركات تنتهج الإسلام الشيعي الراديكالي المنتمي إلى ما يعرف بولاية الفقيه في إيران. شباب يرتدي الأكفان فيما يشبه الاستعراض العسكري استعدادا لتفعيل فتوى الدفاع المقدس أو الجهاد الدفاعي ضد رجال الشرطة في مملكة البحرين. من وجدتموه يعتدي على عرض فتاة مؤمنة فاسحقوه. هيهات من يد الله، هيهات من يد الله، هيهات من يد الله، هيهات من يد الله. نعم اسحقوه. هذا التجمع قانوني، أمرك باستقبال حالا لا نستعمل معاكم قوة قانون. العربية استطاعت النفاذ إلى داخل هذه التجمعات من خلال بعض الشباب الراديكالي الذي لا يتردد في إعلان انتهاجه العنف للحصول على مبتغاه بإقامة جمهورية إسلامية في أصغر بلاد الخليج العربي جغرافيا وأصغر مملكة على وجه البسيطة. الجمهورية يعني اللي هو كل 4 سنوات يتبدل الرئيس، تصير انتخابات، ينجح يرد يظل نفس 8 سنوات. في الحين قاموا يستخدمون أسلحة جديدة وأقوى من المولوتوف، مسمار ونوع الجلدة. هاي المسمار يكون طويل، يكون منحوت يعني، وبعدين جودة كذي وتفلتم. في عندك إصابات موجودة من قبل الشغب واجد في الرقبة، في الإيد، في الهاي. بس احنا ينفع اعلامنا علشان يقول لك احنا ثابتين على السلمية علشان الوفاق ما هي راضيه. في عندنا بعد نوع هذا بس ما لحم ما استخدم، يجيك نوع الصيخ، صيخ حديد طويل ويكون له اداه معينه تدفعها. ايوه هي موجوده في الانترنت للحين يعلنوا عنها، بس اعتقد يستخدمونها في 12 فبراير 13 فبراير. الو ترى ما في شغب موجودين ها. انزين يلا يا عون، انا ما واقف على زاويه معينه، روحوا للدوار لا سكروا ده. انزين اسمع ولد عمي، انا بقول لك شيء واحد، انا ابغى اصور من زاويه المتظاهرين، ابغى اراويهم من الناس معاناتهم، ما ابغى اصور من زاويه الشغب وبين كيف الشغب يعانون. هكذا تتم تهيئة الأجواء للقيام بعمليات إغلاق الشوارع لتوثقها عدسات الصحفيين، فهي أشبه ما تكون باحتجاجات وقت الطلب. احنا نرسل حق زينب الخواجه وحق نبيل رجب، وهم ينسكون حق القنوات، حق قنوات العالم، حق العالم كم اللي يراونهم الشعب شلون مضطهد من قبل الحكومه. مرافقنا جعفر يأخذنا بسيارته الخاصة إلى تلك القرى ويسهل عملية وصولنا إلى القادة الميدانيين لهذه المجموعات. هنا ترفض هذه المجموعة السماح لنا بالتصوير لعدم ثقتها بنا. الأمر ازداد تعقيدا،
وتوجب علينا الانسحاب وتغيير وجهتنا إلى مكان آخر. وين أنت؟ أنا هني سترة. عرفتك أنا. مو أنت. تلثم ودعم. الحين صور بعدين صور. لا ما بيأديكم ولا شيء. احنا مو قاصرين فضايح وش هي؟ وش الفضايح اللي بتطلع؟ مو قاصرين، هاي يعني شي عدل انت قاعد تسكر طريق واحد يصور. بالعكس هذه حماية إلك. يلا روح يا دير فانك ابو صبع بيطلعون الدراس بيطلعون بالجمره بيطلعون. قول كذي غيرك ما يقول كذي. نظرتي الحين لا تصور ما يصلح. إغلاق الشوارع يتبعه وصول قوات مكافحة الشغب البحرينية التي تقوم بمحاولة تفريق هذه التجمعات بالغاز المسيل للدموع، إلا أن التجمعات تستمر في كر وفر، ينتهي إلى أن تكون لغة الحديد والنار هي لغة الاحتجاج. عادي عمد قدام تراب بس تراب عادي يا شباب. علينا الشكتر من هالنواصيب نعجهم ذبحنا فرض واجب. علينا الشكتر من هالنواصيب نعجهم ذبحنا فرض واجب. تجار أسلحة من عدة عن طريق البر والبحر، زين، وتم إخفائهم في عدة مناطق حتى المفتشين الأسلحة ما يحصلونهم، وعدلا بيتم استخدامهم إذا تم النظام يشكل عنف على المظاهرين أو تم استخدام الأسلحة يعني واحدة بواحدة. حاليا يعني ما في نية لأن للحين ما تصاعدت الأوتار، بس لما تتصاعد أكيد سوف يستخدم. أعتقد في أغلب القرى حاليا موجودة أسلحة. أخيرا يستطيع جعفر إقناع مجموعات قرى أبو أصيبع والمقشع والكرانة بالتحدث إلينا، حيث يقوم هذا الشاب والذي هو بمثابة قائد بتوجيه أوامره للأطفال بإغلاق الشوارع. 14. انت؟ ليش راح؟ هو زي؟ قال 9 سنوات. 15 سنة. 15. 15. انت؟ هذه المجموعات تستعمل الأطفال في اختصاصات مختلفة، فمنهم من يقوم بإغلاق الشوارع ومنهم من تكون مهمته إشغال قوات مكافحة الشغب. أما هؤلاء فعلى عاتقهم تقع مسؤولية الترويج الإعلامي. 16 14 15. في اليوم قاوموا في ترقبوا المفاجآت اليوم. تفلت المناسة فوق البيت. أخذوا الآيفون مالي اليوم الآخر. طاح وراي هو. في صباح اليوم التالي قصدنا قرية المعامير وجزيرة سترة مرة أخرى لنجد أن المجموعات قد أعدت العدة لمواجهات نهارية، ولكن بالسيناريو الليلي نفسه يتم إغلاق الطريق فتأتي قوات الشغب لتعاد المشاهد نفسها. احنا نبغي ضبط جمهورية هي الأساس. يلا شباب يلا مقاومة. الغاز المسيل للدموع أجبر المتظاهرين ونحن معهم على الدخول إلى أحد البيوت الذي اتضح لنا فيما بعد إنه بمثابة غرفة للعمليات. هنا الحوار والنقاش لا يخضع لقواعد السرية والحذر.
امس كان موجود في الليل، زين الخواجه كانت موجوده هنا، وفي ناس من الكويت موجودين، وامس عليهم الهواء، امس دايخينهم واشتغلوا عليهم نصفين بالموتور. اخذها نقطه منطقه جزيره ستر تتحاوط من كل جهه، يعني تتسكر من كل. قول انا شيعي وانا مالكي ولا امي. اكره مثلا السنه انتش عليك ولد عمي. لحظه يعني لو عنده سلاح بيطلعه، في اشخاص معينه في بالي واعرفهم عندهم اسلحه، انا واحد من هالديره واعرف، انا ما اعلنتها كصحافه بس موجود ناس عندهم اسلحه، نفس ما تهربت المخدرات تهربت الاسلحه، لكن للحين ما استخدمت، صح والله؟ كلنا بدايه وخامنه. هذا الرجل يدعى عباس وهو المسؤول عن توجيهات حركات الأطفال، وها نحن في وسطهم. صعبيني؟ صعبيني؟ يا عدو. هذا يسمونه يقطون، يسمونه المسير دموع فوق وينزل لنا يعني مثل الغيمة هنا. كم عمرك؟ 13. وانت؟ 10. وانت؟ العمر 10 سنوات. وانت؟ 12. وانت؟ 11. وانت كم عمرك؟ 14. 15 سنة. اعترافات من تم اعتقالهم تروي جانبا من قصص المواجهات المستمرة مع أجهزة الأمن البحرينية. المولوتوف أو الزجاجات الحارقة هي سلاح الموت لدى هذه المجموعات. العربية وثقت عملية تصنيع المولوتوف. نحن الآن مع أفراد كتيبة تقوم باستعمال المولوتوف يوميا باعترافهم، يقصدون المحال التجارية للتبضع بالمواد الأساسية، وعلى ألحان نشيد ثوري باللغة الفارسية يشرعون بالتصنيع. أنا الحين أبغى أخذ بترول من هنا عشان أصنع مولوتوفات، أراوي العالم شلون تنصنع بطريقة سهلة، يدافعون عن روحهم بهذه الوسيلة، وأعتقد أن أخشن وسيلة هي. قطعة قماش عادية وألمنيوم أو تمر. والشيء الرئيسي اللي في المولوتوف اللي هو اللي ينحط في الغرشة اللي هو البترول. طبعا أول شيء نحط البترول، مو مهم أي قد يحط، بس أهم شيء لا يترسب كمان، يعني فوله. وبعدين ناخذ قطعة القماش نلفها بهالطريقة، وعقبها علشان إذا انفلت المولوتوف بهالطريقة لا يتشبك برا، لا ينكت برا، نحط عليه ألمنيوم أو تمر، يعني بهاي الطريقة. هذا الألمنيوم عادي مبرز، يعني نلفه الحين ونحطه على حواله
يعني بهالطريقة ندخله داخل علشان لا يتكتف، بس الوقت يسوي لنا سيفتي، لأن مثلا يمكن ينكت في الإيد أو ينكت في الشارع. لما نبدأ هالشيء نبدأ لما طبعا المناتف يستخدمون أغلب شعب البحرين حق الدفاع عن أعراضهم، عن حياتهم. هذا أغلب شيء يستخدمونه وهو الكستة. الحين هذا ردي حق القتل، وهاي طريقته كاملة. راح أشعل المناتف، وطبعا قبل أشعل المناتف هذا تحطه لين ما يخلص الجهاز، يعني ما يضرنا ولا شيء. يعني طالع راح يحترقون طبعا، يعني ما في شيء اكيد، بس طالع كل بترول شوي شوي ينقص 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 ينقص، هذا يبين ان المناتف مضبوط. ختام جولتنا مع الموت وصناعته كانت في مشاركة هؤلاء الفتية إحدى عملياتهم الليلية التي انتهت برشق رجال الأمن بالمولوتوف والعودة إلى قواعدهم سالمين، وذلك لتبدأ مهمة الجناح الإعلامي بتسويق هذه العمليات عبر قنوات بعينها. باختصار، إذا أنت شيعي لازم تحصل اضطهاد، لازم تحصل كل شيء غير عن أخوان بلدك الثانيين اللي هم السنة أو المسيح أو اليهود. هنا عندنا لأن يعرفون أن المذهب الشيعي يرفض الظلم. باختصار نحن شباب نفدي الوطن بأرواحنا ونموت.